ولا انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بس يا دوله بقى بشرب شاي يا عم، خليني بقى اخد مزاجي بقى. تاخد مزاجك من ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت بتتعامل مع الشاي زي الري بالتنقيط على اساس انك هتزرع ولا ايه؟ يا دوله يا حبيبي، مش انت قلت لي انت ليك كوبايه شاي واحده بس طول اليوم يا دوله؟ انا بقى يا عم اكتشفت ان الطريقه دي هي احسن طريقه في شرب الشاي يعني. يا سلام، احسن طريقه؟ ده مين اللي قالك على الطريقه دي؟ الدكتور حته القهوجي؟ بص يا دوله انا هفهمك يا حبيبي. بص، انا لما بشرب يعني بعوز اسهر بقوم شارب شاي بس بالتنقيط كده اهو 3 نقط في بقي، بتلاقيني بقى ايه فريره صحيان ما بنامش خالص. يا هبل يا هبل 3 نقط في بقك؟ يالا لا، لو عايز تسهر حط 3 نقط في عينيك. لا يا راجل. ولو عايز بقى عينيك تفنجل قوي حطها من الفنجان على طول في عينيك، ادلق كده على طول. صح يا دوله، دي كانت تايهه عني فين دي يا دوله؟ هي دي بس اللي تايهه عنك؟ انت كل حاجه تايهه عنك يا ابني. بس انت يا رمزي غيري خالص، يعني انت ما بتشرب شاي بتعرف تسهر طول الليل، مش كده؟ وما بعرفش انام خالص. انا بقى ما بنام ما بعرفش اشرب شاي خالص. بعد اذنك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. ممكن تجيب لي اله الحنان واليتم عند الفراعنه؟ ياه للاسف، يعني التمثال ده بالذات ما بيتباعش الا مع مامته وباباه. يا سلام، الواد رمزي اتعلم مني حاجه اخيرا. الو يا معلم، يا معلم، انا عمري كلت عليك فلوس يا معلم؟ انا شيكاتي الوحيده اللي في السوق اللي ما بتتردش ابدا. ايوه طبعا، واسال كويس قوي على عادل سعيد احمد الدغري. بعد اذنك، انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري؟ ايوه يا سيدي، اسمي عادل سعيد احمد الدغري. خير؟ يعني والدك اسمه سعيد الدغري؟ امال يعني اكون اسمي عادل سعيد الدغري وابويا يبقى اسمه ابراهيم بركات؟ عادي يا دوله بتحصل، يعني عندك مثلا الاستاذه نجلاء فتحي الممثله دي ابوها ما اسموش فتحي، اسمه ايمن. يا سلام، وهي بقى اللي قالت لك على الحكايه دي؟ يا ابني دول نجوم يا ابني، عندهم اسامي شهره، يعني اسامي نجوميه. عندك مثلا لعيب الكوره اللي اسمه دروجبا، انت فاكر ان ابوه اسمه ركبه؟ امال؟ لا، ركبه تانية خالص. ارجوك ابوس ايدك اتوسل اليك، انت اسمك عادل سعيد احمد الدغري؟ والله اسمي عادل سعيد احمد الدغري. اتفضل، وادي البطاقه اهي. الحمد لله الحمد لله. ايه هي كانت ضايعه منك ولا ايه؟ فكرتني. يلا يا رمزي بالبطاقه بعد اذنك، البطاقه معلش. انا هفهمك، انا اسمي سعد سعيد الدغري. ايوه ماشي، انا مالي؟ مالك ازاي؟ احنا اسمنا زي بعض، يعني ممكن نكون اخوات. يا سلام، وكسبتني بقى في من سيربح مليون ولا ايه؟ هي ايه الاخوات اللي بيلاقوا بعض في الشوارع دول؟ والدتي الله يرحمها بلغتني قبل ما تموت وانا عندي 3 شهور ان ليا اخ من والدي اللي معرفوش. يا سلام، بص وانت عندك 3 شهور بلغتك ان عندك اخ؟ طب وايه بلغتك امتى بقى وهي بترضعك؟ ايه بس يعني معقوله يعني كلام مهم زي ده يتقال ساعه اكل؟ انت اللي همك موضوع الاكل، مش همك انه عنده 3 شهور. هيفهم ازاي يا غبي يا غبي؟ وسابت لي الجواب ده وادي بطاقتي اهي، اتفضل. ايه ده؟ غريبه. ايه؟ غريبه جدا. ايه ده خط والدتك؟ ده وحش قوي. ماما، هو انا يا ماما ليه ما عنديش عمام وولاد عم وبنات عم يلعبوا معايا ويصيفوا معايا؟ معلش يا حبيبتي، اصل جدك سعيد بعد ما جوز تتك انعام بكام سنه كده طهق وما قدرش يكمل، يا دوبك زقط عادل وبعديه سناء وبعدين راح مفوت. ايه اللي وراح مفوت ده؟ لعلمك الخاص، ماما هي اللي عرفت بابا في عيشته لغايه ما خلته يخرج بره البيت، وهي اللي طالبه الطلاق يا حبيبتي، مش بابا اللي يطنش. ده لغايه دلوقتي يا حبيبتي بيبعت لي جوابات ومراسيل عشان ارجع له وانا اللي مش راضيه. دي بقى نكته بقى بتاعت اخر السنه. لا يا حبيبتي، بقى مرة ايه؟ بقى مرة العشر اتجوزهم من بعد كل واحده اجن من التانيه واوحش من التانيه، اخرهم منعاطف دي. ام عاطف، على العموم انا جبت له الولد والبنت، الدور والباقي عليك انتي اللي خلفتك كلها بنات. اسكتي يا ماما، احمدي ربنا ان خلفتها بنات. يا حستي لو خلفتها رجاله كانت جت وقعدت معانا هنا برجالتها. نعمل ايه بقى يا ماما؟ كنا نقعد معاهم في البيت ازاي؟ دول كانوا هيقعدوا على قلبنا يقرفونا. بقى حرام عليكي، عاوزه اتفرج على الفيلم.
عارفه يا رانيا ده فيلم يجنن اسمه من اجل ابنائي. اتفرجي. مش ده الفيلم اللي احداثه بتدور حول الاطفال اليتامى وتعدد الزوجات، تحس ان البطل بيسافر لكل مدينه ويتجوز ست ويخلف 15 ولد وبنت؟ ده لا الفيلم اللي انت تقصديه ده اسمه اولاد في الشوارع. عارفاه، ده بطولة حماكي يا حبيبتي، اللي هو بيجيب العيال ويخليهم يمشوا في الشوارع عند التاكسيات يشحاتوا. بس يا حبيبتي كان راجل وجاب الواد وجاب البنت، مش خلفته بنات. على العموم انا هقول لعادل على اللي انتوا بتقولوا على ابوه. ده ابو ابني وبنتي. ايوه جه رص على شيشه نضيفه بقى طيفه. مش فاكر يا ابني، اصل انا لفيت كتير، رحت بلاد ونجوع ومحافظات وركبت بحار ومناطيد. انت ليه محسسني يعني يا بابا انك انت السندباد الدغري؟ يا ابني انا اسكندريه اتجوزت، بنها اتجوزت، طنطا اتجوزت، اسيوط اتضربت، قصدي اتجوزت، انما الفيوم دي مش فاكر. لا يا بابا، ما انت لازم تفتكر يا بابا. اسمع، انا كنت اعرف واحده في الفيوم، صح، بس ده زمان، انما اتجوزتها ولا ما اتجوزتهاش انا مش فاكر. طيب بلاش دي، فاكر اسمها؟ لا مش فاكر. بلاش اسمها. طب بص كده يا بابا، الجواب ده ركز معايا، الخط ده خطها. خط ايه يا ابني؟ انا مش فاكر والله، ما فاكر. ما اصل يا بابا ده خط ما يتنسيش، ده تقريبا كاتبه روسي ولا ايه؟ اسمع يا ابني، انا تطلعني من الموضوع ده خالص، مش عايز منطقه تاخد خبر، ده لو خدت خبر هتبهدلني. طب يا بابا بلاش كل الامارات دي، ايه رايك تشوف الواد اللي اسمه سعد ده، ممكن تحس ناحيته باحساس الابوه مثلا. احساس ايه؟ الابوه. كنت حسيته على الاقل ناحيتك يا ابني. على رايك يا بابا، ده انت ربع ساعه قاعد هنا في القهوه بتدور عليا. ماما زي ما قلت لك يا ماما، مش عايز اي حد في البيت هنا يعرف لغايه ما اتاكد بنفسي. معقوله بابا يعمل كده؟ ابوك دون ويطلع منه كل العبر، يعني تتوقع منه اي حاجه. ما قلتيش جديد يا ماما. طب المهم يعني انت ما كنتيش بتلاحظي مثلا ان هو ليه علاقه بحد في الفيوم؟ ما قالكيش ان هو اتجوز من الفيوم؟ بصراحه هو كان بيسافر الفيوم كتير. حلو قوي. كان بيسافر بقى الفيوم يعمل ايه؟ بيجيب لي فراخ. طيب ما فقستهوش في حاجه؟ لا فقسته، هو انا عبيطه؟ حلو. فقستيه في ايه بقى يا ماما؟ رحت الفيوم وسالت واتقصت. حلو. عرفتي ايه؟ عرفت انه كان بيجيب لي الفرخه ب2 جنيه وكان بيحاسبني على 3 جنيه. معقوله يا ماما؟ ايه في ايه يعني؟ الفراخ غليت قوي كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دوله ايه اللي معاد الواد ده هنا؟ اخوك بقى دوله بقى يورث فيك يعني. يورث فيا؟ خلاص موتني بالحياه يا حيوان. وانت بتعمل ايه بتصور ولا ايه؟ بصورك يا اخويا يا حبيبي، يلا. طب مش تقول لي يعني عشان ابتسم اسرح شعري اي حاجه؟ خد يا رمزي صورنا. حاضر، امسك يا دوله. هيصورنا مع بعض؟ يلا. طيب ما انت كده خانقني، ثانيه واحده بس، انت كده خانقني. عناق الاشقاء. يلا يا رمزي صورنا. يا عم كده هو تخنقني. دي اسعد لحظه في حياتي، انا كنت مستني اللحظه دي من زمان. انا دي اسوأ لحظه في حياتي. ما توعى يا عم، خلص يا رمزي. انه زرار طيب. اللي على اليمين. ماشي حاضر اهو. اضحك الصوره تطلع كويسه. اخلص يا عم. خد بقى الفيلم ده يا رمزي، وتروح تحمضه عشان انا عايز اكبر الصور دي وابروزها. ماشي؟ حاضر فريره. خد تعال. انت فاهم يعني ايه تحمضه؟ طبعا يا دوله، انا هديها للراجل، هو هيبيته بقى بره التلاجة يوم كده ولا يومين، وهروح بقى اخدها منه واجي على طول. طب وانت بعقلك يعني النور طبعا يا رمزي، تفتكر حد ممكن ياخد صوره حامضه؟ اخوك بقى يا دوله بقى، يعني انا اعمل ايه بقى؟ ما تقولش اخويا. ما يقولش اخوك ليه؟ روح انت يا رمزي. حاضر. ما يقولش اخويا لسبب بسيط جدا، ان انا لغايه دلوقتي لسه ما اتاكدتش يعني. بس انا متاكد، ده احنا حتى لابسين بنطلونات زي بعض. ده تشابه ماركات، مش معنى كده ان احنا اخوات يعني. انت ليه مش موافق اننا نبقى اخوات؟ انا يا سيدي موافق وكل حاجه، بس يعني اديني فرصه افكر بس. انا بفكر اننا نعلن خبر اخويتنا ده في الجرايد. نعلن خبر اخويتنا؟ هنكتب ايه بقى في الجرايد؟ نكتب تم بحمد الله في احد الفنادق الكبرى اعلان اخويه عادل سعيد وسعد سعيد؟ والله فكره حلوه. حلوة ايه يالا، انت بتستهبل بس بقى، سيبنا اشتغل. انا قضيت سنين اليتم والضياع والوحده بدون اسره بدون امل، ولما لقيتك حسيت اني وصلت بر الامان. الحمد لله على السلامه يا سيدي. انا مش ممكن اسيبك. انا بقى اسيبك عشان اتكل على الله واروح لاهلي بقى، لسبب بسيط جدا، ان انا عايز اروح اتغدى معاهم، مع بنتي، مع مراتي، مع امي، مع اختي. معقول ربنا يديني كل ده مره واحده؟
عندك بنت يعني انا عمها. بقول لك ايه، مالكش دعوه بياسمين. واختك يعني اختي. دي مش اشكال، خد. ارجوك خدني معاك اشوف اسرتي. لا اخدك معايا ايه، الحكايه برضو محتاجه لتمهيد يعني. ابوس ايدك ما تحرمنيش من اهلي. اهلك ايه وزمالك ايه يا ابني؟ حرام عليك يا مفتري، حد يعمل كده في اخوه؟ انا مش ممكن اسمح لك انك تحرمني من الحب والحنان تاني. ابوس ايدك ابوس ايدك. انت من ساعه ما شفتني وعمال بتقول لي ابوس ايدك ابوس ايدك وعمرك ما بوست. خد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقدم لكم سعد. تيتا، مش ده اخو بابا اللي انتي قلتيلي عنه؟ يا سلام، خزينة أسرار فعلا يا ماما، بس واضح إن الرقم السري بتاعك ضاع. الله، كونجراتيليشنز يا عادل، طلع لك اخ. إيه طلع لي أخ دي؟ وإيه كونكرانيشن دي؟ وأنا ناقص. يعني كده يا عادل لما نبص له بالفرق اللي على الجنب والقميص اللي مقفول ده موديل السبعينات يعدي مش بطال. مش بطال إيه؟ هو متقدم لك؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. الحقيقه يا جماعه انا في خضم سعادتي وسعيد باسرتي الجديده، وعايز اقول لكم اني عشت اعاني من سنين الضياع والوحده. بقول لك يا أخ سعد، الناس دول مش ناقصين نكد، كفاية اللي هم فيه. يا حرام اسم الله عليك يا بطه يا قطه، حرام يا عادل، ده شكله يا بيبي احساسه مرهف كده وحساس كده وحواجبينه وعماله تلعب. بيبي ده شكله اكيد عانى من طفوله متكبسه متعلبه. احنا فينا اللي مكفينا، احنا مش ناقصين حد يعني. بس على فكرة يا بابا انت احلى من اخوك بكتير. يعني مش بكتير قوي يعني، هو برضو حلو يعني ما شاء الله يعني، ربنا يخليه يعني. حلو ده ايه؟ انت اللي احلى طالع لامك، لكن هو طالع لامه وهناك فرق. بلا وكسه من تنتون لتنتن يا قلبي لا تحزن. بغض النظر عن الآراء الفردية والمقارنات، أنا سعيد بأسرتي الجديدة. رانيا، طبخ لنا ايه النهارده؟ مش عايزه اقول لك يا دودو، انا ابدعت النهارده. انا النهارده عامله لك اسكالوب بالمشروم باللانجوس، وعامله لك الحلوه بقى رز بلبن بجوز الهند بالاو. اهي الاو ده انا اتربيت عليه في الفيوم. بنت قشري لنفسك. بس يا ماما بس عيب ما ينفعش الحاجات دي ليه انا بس. يا انكل لو سمحت انا عايزه الكرتون. كرتون ايه ده يا بنت؟ الكرتون ده تافه وبيخلي الاطفال تافهين. توم وجيري قال في فار بيجري ورا قطه، عشنا وشفنا. طب انا بقى لما يجي بابا هقول له. هتقولي لبابا هتقولي لماما، انا ما بخافش. يلا قومي ذاكري. اذاكر ايه اصلا وانا اصلا خلصت امتحاناتي واخده الاجازه من زمان. ذاكري دروس السنه اللي جايه يا شاطره. يلا. شاطره مين انت يا ابني؟ انت اصلا يا مأنتخ، انت هنقلبص عمال تحس بالزعق في بنتي ليه بالاسلوب الغوغائي ده اصلا؟ بنت اخويا وشوكه في ظهري لحد ما اجوزها. تجوز مين وتطلق مين؟ يخرب بيتك، انت مين اصلا؟ انت اصلا حيالله اخو جوزي واساسا شاكين في نسبك وعروقك الانتمائيه يا مأنتخ. انا عايز اقول لك احترمي نفسك. احترم نفسك؟ انت بتضربني بالموزه؟ ايوه احترمي نفسك، انا راجل البيت. انت اصلا ايه الدوشه دي؟ صوتكم موصل للجيران. انا اللي بزعق. ما انا شايفه انك بتزعق، عارفه انك بتزعق. السؤال يا استاذ بتزعق ليه؟ انا راجل البيت وازعق زي ما انا عايز، ولازم اشكم الحريم اللي في البيت دي واحده واحده. اخويا عادل كان تعبان معاكم انتوا السته. ايه ده 1-6 ليه؟ ماتش اهلي وزمالك. بقول لك ايه يا ابن الناس، البيت ده كله كوم وكل الستات اللي فيه كوم وانا كوم تاني. اشلفطك يا واد، امرمطك، انيمك على صفيحه زباله متنيه. بقول لك ايه، انا مش عادل. وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ لابسه لي كت. اتكت انت وتنير اتلم في ليلتك السودا دي. بقول لك ايه، اخر مره بقول لك انا مش زي عادل. يا سلام، وانت الطول تبقى عادل؟ انت يا اللي بلا اب ولا ام ولا هويه. احترمي نفسك يا وليه، ولا عشان بابا كان بيحب ماما اكتر منك تقومي تنفسني عليا؟ نفسنوا عليك من بدري يا بعيد. طب والله العظيم لا اقول لعادل اول ما يرجع. ها عادل ايه ده اللي بتخوفوني بيه؟ عادل ده ولا حاجه. انا هنا الامر الناهي. ايه يا جماعه في ايه؟ سكو جايب لاخر الشارع، في ايه يا اخوانا؟
عادل اخويا حبيبي، عنك يا اخويا اكيد تعبان من الشغل. يا سلام، فعلا الاخوات بينفعوا. عادل لازم تشوف لك حل مع الانتوك ده. عادل لازم تشوف لك حل مع الواد ده. عادل انا عايزاك في اجتماع مغلق. عادل انا عايزك في كلمه جوه على انفراد. طيب حاضر هشوفه الاول بعدين ابقى اجي اشوفكم. اتفضل يا سيدي. كلمه ايه اللي انت هتقولها له جوه دي؟ سر ايه اللي بينكم؟ انت حيالله ضيف. يا اخويا، يا اهلي، يا عزوتي، يا كل الناس. انت يا ابني هتغني عليا؟ قول عايز ايه، خلص. بصراحه انا عايزك في موضوع مهم. يا عم اتفضل يا عم، قول يا عم. البيت مش عاجبني. حلو قوي، اتكل على الله امشي. بموت، بحب هزارك والله، دمك خفيف. والله ياسمين بنتك محتاجه اعاده تربيه. البنت بتعاملني كاني مش عمها، لازم تحترمني شويه، ما تهزقنيش. ايه عملت لك ايه؟ ضربتك على قفاك وانت قاعد؟ ثانيا سناء بتلبس ملابس منفتحه قوي، وانا مرضاش كده على اختي. بص يا سعد، احنا لغايه دلوقتي مش متاكدين يا ابني انت اخونا ولا مش اخونا، وبعدين ما ينفعش تيجي تغير نظام البيت في ليله واحده يعني. وامك بتعاملني معامله مرات اب رسمي. هي مبدئيا ما تعتبرش مرات ابوك، هي تعتبر مطلقه ابوك لو ده كان ابوك اصلا. ورانيا مراتك مالها؟ لازم تطلقها. يا جماعة احنا عندنا النهاردة عضو جديد في البيت ولازم ناخد فترة على ما نتوائم معاه. احنا عملنا اجتماع وعقدنا مجلس رجالة واتفقنا. انت تخلص خالص. عادل انت مش عارف يا عادل بيقولوا عليك ايه من وراك. بيقول عليا ايه؟ لا يا بيبي، كلها حاجات بسيطة. بيقول ان انت مالكش لازمة، وان هو ارجل منك، وان هو الحاكم الامر الناهي وراجل البيت. انت قلت كده؟ ها؟ لا ما قلتش، ما حصلش. يعني عادل هو راجل البيت وهو الامر الناهي، مش كده؟ لا مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ انت هتستهبل ولا ايه؟ وضعي طبيعي طبعا، دي امي ودي مراتي ودي بنتي ودي اختي، فبالتالي انا الامر الناهي هنا في البيت. اشمعنى انت؟ ليه مش انا؟ مش انا ليا حق في الاسره دي زي مالك بالظبط؟ اهدى يا سعد اهدى. مش ههدى، انتوا كلكم بتعاملوني وحش. انا هوريك يا عادل. يا سعد عيب يا سعد، اهدى يا ابني اهدى. مش ههدى، انا بكرهك. تكرهني؟ ولا اتلم يالا بدل ما اديك بالجزمه، مش راضي تقلع ليه؟ اديني بالجزمه؟ طيب انا سايب لك البيت وماشي. ماشي. ومستنيك في البازار. يا دي النيل، انا ما صدقت خلصت منه، قال لك هيستناني في البازار. عادل الواد ده ما ينفعش يقعد معانا ابدا. انا عارف يا ماما، بس هعمل له ايه يعني؟ منك لله يا بابا، منك لله. لا هو حد يفتح لحسن يكون رجع تاني. بالعكس، يا ريت يكون رجع تاني عشان يبقى جه لقدره بقى. دول يا حبيبي. ايه ده؟ هو انت؟ النقنق يا حبيبي، ضرب الزبيب زي اكل الحبيب يا نقنق. بقول لك ايه؟ عايز ايه يا زفت انت كمان؟ سعد اخوك يا عم. ماله سعد التخين؟ عمل ايه؟ نسي يا دول البتاع اللي بيسافر بيه دون في البازار. الباسبور بتاعه نسيه؟ ايه ده؟ في ايه يا عادل؟ اسمه سعد سعيد الدغري عويس، واحنا اسم عيلتنا الدغري ابراهيم. الله، يعني ما طلعش اخوك ولا حاجه؟ يخرب عقله، يعني كل الفتره دي بينصب علينا؟ بينصب علينا طبعا، مش اخويا يا سيدي ولا حاجه. ماشي انا افرجه. هو رايح على فين؟ على البازار. ماشي يلا بينا على البازار. دول كنت بقول لك يعني على حاجه كده. هو الفيلم يا عم انا بيته بره التلاجة ولسه ما حميتش ريحته، ما طلعتش. يبقى احطه في الفريزر عشان يطلع صور متجمده. يلا عادل ها، ارجع لي بيه حي مش ميت يا عادل، هاتهولي. يعني انت كنت عارف كويس قوي ان انت مش اخويا؟ بصراحه يعني ايوه. بصراحه ايوه. وانا اللي خلاص كنت بدأت فعلا احس انك ابن خالتي زي دول ابن عمي كده بالظبط. ما تبوظليش كل حاجه، روح اتكل على الله، شوف الفيلم قبل ما يتجمد. يلا. صح يا دول. يلا اتكل على الله. وعملت كده ليه بقى امال يا باشا؟ بص بقى، انا كنت مزنوق في اسره وما صدقت لقيتها. مزنوق في اسره؟ قول لي، لكن تسرق اسرتي ومين ورايا؟ طب استأذن انا بقى. لا تستأذن ايه، وده كلام برضه يا راجل. مش تسلم الاول على اسرتك؟ عادل، وانا كنت عايزه اطلب منك طلب بس محرجه شويه.
وايه اللي يحرج في الطلب بتاعك؟ ايه عايزه تعلمي الرقص ولا ايه؟ لا 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 لا، الرقص ملوش علاقة أصلا بالدراسة، ده الرقص أساسا عند الأنثى كده بفطرتها. بفطرتها ايه؟ بوسطها بقى عند الانثى بوسطها، لكن فطرتها انتوا كل حاجه تلزقوها للفطره. هي الفطره هتستحمل ايه ولا ايه؟ عموما أنا طلبي بعيد عن المواهب بعد تام، أنا طلبي تجميلي خاص بمسألة الجمال. الجمال؟ لا 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 لا، انا برفض تماما موضوع عمليات التجميل. مالها ودانك كده يا ماما؟ ما زي الفل، ياما ناس ودانهم طويله جدا كده اهو وعايشين وبيبقوا ماسكين مراكز. يعني إيه يا عادل؟ هو أنا وداني وحشة يا عادل؟ لا يا حبيبتي، ودانك قمر، انا بهزر طبعا. ده كل حاجة تهزر كده بصراحة بقى. أنا مضطرة أطلب الطلب بكل جراءة. أنا بقى بصراحة يعني عايزة علبة مكياج. علبة مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فرد. يا عادل بقى مكياج فرد ايه الكلام ده؟ لما كنا في ثانوي، لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسة بقى ونجيب مكياج وصباع روج والحاجات دي ونلف على 4-5 بنات مع بعض. كنتوا بتخمسوا في صباع الروج؟ عادل أنا بتكلم بجد، خليك جد شوية. يا رانيا حس انت بيا بقى. وبعدين مكياج ايه اللي انت عايزاه يا ماما؟ انت اجمل وقت بحب اتفرج عليكي فيه وانت نايمه ومدياني ظهرك. خلاص بلاش علبة مكياج، خليها علبة سمنة. انت عايزه اي علبه وخلاص؟ علبه ايه يا ماما؟ بصي لازم تفكري بشكل جماعي، الطلبات الجماعيه مش الطلبات الفرديه. ايوه بس انا لما اتجوزتك لوحدك، ما عملتش فيك جمعيه. ايوه ما انت قبضتيها الاول وبعد كده هم اللي جم. اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هم بقى. يا رانيا هيدفعوا منين يا رانيا؟ ما انت ماما وعلى يدك عارفه ما فيش اي فلوس ليها بتجيلها من المعاش، زائد ان سناء كمان بتاخد 300 ملطوش. ال 300 ملطوش دول يا دوبك بيكفوها خناقات في المواصلات وبيكفوها مصاريفها يعني. يا سلام، طب ما انا ممكن اقول لك على مامي كده برضو واعفيها من المصاريف. تعفيها من المصاريف ليه؟ من الطلبه الاوائل؟ ايه ده انت رايحه فين؟ انا عندي المحاضره الاولى والشله كلها مستنياني، ما ينفعش اتاخر عليهم. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش كنتي موعداني النهارده ان انت هتساعديني في شغل البيت؟ بصي يا حبيبه قلبي، انا ممكن المره الجايه اوعدك ان انا ممكن اجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل، ده بس عشان خاطر عيونك انت يا قمر. باي. والله هما اليومين دول هما الطلبه اللي بيحددوا مواعيد المحاضرات ولا ايه؟ الله العظيم، فين ايام زمان، ايام الالتزام والتزويغ والنط من على السور. هزلت. ترويق وكلهم مش موجودين، بشتغل عندكم. دفتر توفير سناء سعيد، 40,000 جنيه مصري فقط لا غير، ومستهونين بالرقم ده بطر. 6 سنين يا سناء، 6 سنين بتخدعينا وبتضربينا على قفانا وبتحوشي من ورانا 40,000 جنيه، وانا مش عارفه اضرب علبه مكياج من عادل. ماشي يا سناء، ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلباتها يا ماما اللي انت طلبتيها، وجبت لك كمان يا ستي الزبادي اهو عشان البشره بالفراوله عشان يخلي وشك محمر. ميرسي يا حبيبي، تعيش وتجيب لي. ودي يا سناء ادي قلمين جاف. قلمين جاف ايه يا عادل؟ وانا هفتح مقلمه؟ فين ال 200 جنيه بتوعي؟ عادل، عايزك في موضوع. خير قولي. ما ينفعش، مش عايزه حد يسمعنا. طب ما انت كده لفتت نظرهم وهيقعدوا يتصنطوا علينا. هنتصنت على ايه؟ ما انت مفضوحه، مفيش على لسانها غير امك لاختك. نهائيا اطلاقا. ولا تزعلي نفسك، العكس صحيح، اختك لامك. احنا هنقعد نقول في فوازير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزه ايه وابقى ارجع اقول لكم، او انتوا ابقوا تصنطوا بقى عادي. اتفضلي. امك واختك. ايه ده موضوع تاني خالص، مالهم بقى؟ اللي توقعته لقيته، اتفضل. ايه ده؟ دفتر توفير؟ 40,000 جنيه ده بتاع مين ده؟ مصريا لا غير، بتاع الاخت سناء. سناء؟ سناء
طب وجابت 40,000 جنيه منين؟ ده اكيد بصي الدفتر ده اكيد مزور، اوعي تطلعيه لحد لا يقبضوا عليه، او اقول لك بلغي عنها عشان يقبضوا عليها ما دام مزور. كلامها هو اللي مزور، حياتها معانا هي اللي مزوره، على طول بتدعي الفقر وعامله نفسها ما عندهاش فلوس. وشوف 40,000 جنيه ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش من الطبقه بتاعتنا وعايشه معانا. لا يا حبيبي، ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر، عايشه سفلقه على قفانا الهانم. انت عارف اختك بتاخد كام؟ بتاخد في الشهر 500 جنيه بالحوافز، 500 في 12 في 6 سنين، ده معناه 36,000 جنيه. طيب وال 4,000 بتوع ال 40 دول ايه؟ جابتهم منين؟ فوايد يا حبيبي، فوايد. ده معناه ان اختك نايمه وعايشه واكله ولابسه ببلاش. ايوه، واكله وشاربه ونايمه سفلقه، ده حتى قله ادبها ببلاش. ماشي يا سناء، انا بقى هتصرف. سناء، عايز ايه يا عادل؟ لا مفيش، يعني انا عايز اقول لك صباح الفل والجمال والقشطه والكريم شانتيه. صباح الفل يا عادل، خلص قول عايز ايه وبلاش محلسه. محلسه؟ ليه بتسمي يعني ان العلاقه بين اخ واخته يبقى محلسه؟ يعني عموما القفه ام ودنين بيشيلوها ايه؟ واحد. بيشيلها واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا، ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اجدع؟ اخلص يا عادل وقول عايز ايه. لا مفيش، انا بس كنت معدي فقلت اعدي اسلم عليك يعني كاخت وكده، فجيت اقول لك ازيك وسلام. وانت مش خلاص سلمت يا عادل؟ واقف ليه عايز ايه؟ لا مفيش، هتكل انا بقى. طيب موبايلات بقى، ها رنات عشان ما يبقاش. ها قلت لها؟ هو انا الصراحه يعني لمحت لها واكيد الرساله وصلت يعني. رساله ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر نفسك حمامه زجله؟ بصي تشبيهاتك مستفزه يا رانيا، وبعدين انا هقول لها ايه؟ هي اختي برضو، مش معقوله اروح اقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني. عادل بكل قوه وحسم وعزم وامان روح قول لها، الا اذا كنت خايف منها. خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ عمود البيت الراجل، فمثلا تغير وجهه نظرها عن الرجاله تكرههم مثلا. يا سلام، قال يعني هي بقى ما بتكرههمش؟ بس لعلمك بقى انا في دماغي فكره فظيعه فظيعه وهبتدي بتنفيذها. اوكي. ماما في موضوع لو قلت لك عليه دلوقتي حالا ممكن تروحي تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها. يا خبر اسود، لا كنا ناويه ترجع لجوزها. لا يا ماما، ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ اخس عليك يا عادل، عايز ترمي اختك؟ لا مش مساله ترميها، بس انت فاهمه غلط. عارفه سناء محوشه من ورانا 40,000 جنيه. والنبي برافو عليها، مش زيك مراتك مقشطاك اول باول. يا ماما انت فرحانه ومبسوطه يا ماما؟ ايه ده، انت عايز البنت تصرف عليك؟ لا انا ما بقولش تصرف عليا، بس على الاقل تساعد يعني يا ماما. اختك وحدانيه لا ليها عيل ولا تايل، يبقى عندها حاجه تتعكز عليها. طب ما تتعكز براحتها، انت شفتيني يعني شديت العكاز منها. بقول لك ايه، روح اتصرف معاها وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه. قلت لها؟ يا رانيا المواضيع دي ما تتاخدش قفش، انا لمحت الماما بس يعني، بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ما ينفعش اتكلم فيه. يا سلام، يعني هي ينفع يعني تحوش وتجرش؟ لا ما ينفعش. بس انا فكرت في حاجه بقى، زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده. ازاي يعني؟ هتشوفي دلوقتي. احنا محتاجين ايه الشهر ده من طلبات؟ علبة مكياج. بقول لك الشهر ده تقولي لي مكياج. الو. ايوه يا حاج سيد. سوبر ماركت السعاده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل استاذ عادل؟ طب هو كان طلب الحاجات ديت وادي الفاتوره. الراجل شكله جه مش كده؟ شكله كده اديها الحاجه بقى. يلا. بصي نامي وشخري. ليه؟ هو انا في العادي بشخر؟
لا يا ست انا اللي بشخر. اصل عمري ما سمعت صوت شخيري. ما انت تبقي نايمه. اديكي شخرتي شخر. عادل عادل عادل. رانيا 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 يا عادل. في ايه مين حصل له ايه؟ حاجة بسيطة خالص، في فاتورة بره لازم تدفع يا عادل. ما ياما فواتير، مصر مليانه فواتير دلوقتي حالا. عايز انام. يا عادل ما تصحى بقى يا عادل، الفاتورة لازم تدفع. يا رانيا راجعي نفسك، مش عايزة تقومي؟ اني اغرق نوما. اغرق نوما؟ احدف لك العوامة؟ براحتكم براحتكم براحتكم. تفتكر دخلت عليها؟ اكيد دخلت عليها. ال 40,000 اللي هي محوشاهم برضه تصرف منهم. ايوه يا ام ماندو، قولي لي هي اسماء لسه سخنه؟ ايه؟ انا مش قلت لك ادعكي لها ظهرها بالليمون وكلفتيها في البطانيه الجديده اللي جايبينها بالقسط؟ ايه؟ ما عندكيش ليمون؟ يا سلام عليكي، ما تستلفي من ام عبير يا اختي. لا الف سلامه على بنت حضرتك الاستاذه اسماء، الف سلامه. يلا مع السلامه دلوقتي، مع السلامه. والله يا اخويا اصل سريرها تحت الشباك على طول، فالظاهر بقى خدت لطشه برد من تيار الهواء البحري. ايوه بس برضه يعني الليمون ده ما بيجيبش نتيجه. اديها مثلا يوستفندي او اديها مجموعه انفلونزا. مجموعه انفلونزا؟ لا مؤاخذه مدام ده ليا. ايوه يا سيده، السباك ركب الكوع. ايه؟ لسه بينقط؟ بقول لك ايه، يركب له جلده بدل ما يغير الكوع، خلي بالك. بقول لك ايه يا سيده، ما توقفيش مع السباك لوحديكم، سامعه ولا لا؟ ايوه كده، مع السلامه. طب ما تخلي ماندو يقف مع عمه يعني مع السباك. لا اصل بلا قافيه ده البيت التاني، وجماعتنا اللي هناك ما بتخلفش. ده حاجة عجيبة. يعني حضرتك كنت بتجوز واحدة من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحدة من اللي ما بتخلفش. انت عكس كل الناس يا انت مين؟ انا اللي جايب الطلبات. جايب الطلبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه يعني؟ مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك انا ما خدتش حسابي اساسا. ما خدش حسابك ازاي؟ ما حدش حاسبك؟ طلبت وقالوا لي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي، فانا ما رضيتش بصراحه اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب الاوضه. بس ده انا هيجي لي سكر ودواء. اصبري. طيب وحسابك كام حضرتك؟ 120 جنيه. 120 جنيه بس. انا مش هحاسب بقى على النستو اللي انت عمال بتاكله واللب. ايه ده 5 كيلو لب، واكل 5 كيلو لب. انا مش هحاسب على الكلام ده. دي مثلثايه واحده بس اللي كلتها. ماشي. 120 جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا، وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجه ما تسمعش كلامنا. ها ماشي يا باشا. بقول للسياده ايه لو سمحت، يعني لو حصل يعني ام اسماء اتصلت بيا ولا حاجه يعني طمنها عليا وقول لها ان انا موجود في المحل وتكلمني هناك على التليفون. حاضر حضرتك. بقول لك ايه، مش عايزك ترغي معاها خالص، ده فيها خراب بيوت. هي ما تعرفش انت متجوز واحده تانية عليها؟ لا طبعا. هتعرف. رانيا، واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش. احنا نبتدي نسحب منها بقى. ربع جنيه، نص جنيه، 175 قرش، في الاخر نكونوا مبلغ. حرب استنزاف يعني. بالظبط. لغايه بقى ما اهبش منها الهبشه الكبيره. عادل، ياسمين بنتك عايزه 2 جنيه عشان تشتري جلاد يا عادل. عايزه تشتري جلاد ليه؟ تجلد عمتها سناء؟ ايه الزرافه دي؟ يا لطيفه اللطفاء، ايه بهزر عادي يعني. الفلوس بقى يا عادل بسرعه. 2 جنيه؟ انا معيش 2 جنيه. انت معاكي 2 جنيه يا رانيا؟ لا انا معيش عادل فكه خالص. ايه ده، احنا قاعدين في ميكروباص هنا ولا ايه؟ معاكي فكه؟ معاك فكه؟ ميت على كام؟ ومش عايز تفكها؟ ورقه بكام؟ قول. ورقه معايا يعني ب 200 جنيه. مش معقوله يعني انزل دلوقتي حالا عشان افكها. ايه ما يصحش كده يا سناء. ايوه كده يا ماما، قولي لها ما يصحش. طبعا دي بنت اخوك، يعني انت عمتها، يعني عادي يا سناء. عيب كده يا سناء، خدي من اخوك ال 200 جنيه وفكها. وانا ما عنديش مانع انها تفكها لي، بس ايه يعني هتجيب فكه منين 200 جنيه يعني؟ لا معايا فكه، ما تقلقش خالص، يا ريت تيجي على قد الفكه. ده ما في اكتر من الفكه. ثانيه واحده، بكام دي؟ 200
ادي 100 وادي التانية انت فكة. بتقبضي من الكانتين ولا ايه يا سناء؟ هو اكل وبحلقه ولا ايه؟ خد يا استاذ الفكه اللي انت عايزها، هات الورق 200. سلم واستلم، اوعى. شفت اختك معاها 200 جنيه بحالهم وانا ما احتكمش على 3 جنيه وربع. 3 جنيه وربع؟ انت بتحوشي من ورايا يا رانيا؟ انت قلت لي امبارح عايزه 35 قرش عشان مش عايزه تفك الجنيه. ماشي سناء، الفلوس دي ناقصه 3 جنيه. ايه يعني 3 جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ هي جزمتي دي حصاله. كأنك جبت بيهم شوكولاتة لياسمين. شوكولاته؟ طيب بقى يا رانيا ابقي خلي ياسمين تغسل سنانها عشان الشوكولاته بتسوس السنان. يا عادل احنا كده بنستنزف. اتفرجي بس اصبري. الو. ايوه يا حاج فولي. ايه عايز بضاعه ايه؟ الو يا حاج فولي. يا خبر ابيض، التليفون خلص، المكالمات. بقول لك هات الموبايل بتاعك. لا انا لقد اوشك رصيدكم على النفاذ. طب اعمل ايه؟ سناء حولي لي من موبايلك لموبايلي 5 جنيه عشان عندي تليفون مهم جدا، لان الحاج فولي فيه بضاعه بيني وبينه ولازم اكلمه بسرعه. يا ابني انا خط وانت كارت، حول لك ازاي يعني؟ طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص. سناء اديهوله عشان يهبط. هاتي. طب خد بس ما تطولش. لا عيب، الا الحاجات دي انا امين جدا يعني. رد بقى يا حاج فولي، اكيد مش عارف النمره فمش راضي يرد. يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد. خلاص الحاج فولي ما ردش، انتهينا. هو ايه؟ طب هات اكلم واحد اسمه جابر صاحبي كان معايا في ثالثه تاني في اعدادي. يا ابني هو مصاريف ونتش وخلاص، علم سناكيح صحيح. احنا بنتشتم يا عادل. احنا بنتشتم وبنتبهدل. رانيا تعالي ورايا. لا حل غير المواجهه، احنا لازم نواجهها يا عادل. دي الناس اللي ما عندهاش دم دي بتبجح فيا. وانا تقول عليها سنكوح؟ نسيت الهانم انها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه رنات ونعمت الزراير لدرجه ان غيرت الوش كذا مره. وش ايه اللي غيرته يا ابو وشين انت؟ وش ايه؟ بقى ما رحت تغيره عند هلاهيل وفون اللي بتشتغل فيه البت سهير صاحبتي، وانا اللي رحت حاسبت لك وجبت لك الموبايل لحد عندك. بس فين الوش القديم بتاعي؟ وش قديم؟ انت مش لاقي حاجه تقولها ولا ايه؟ سناء. احنا في موضوع كنا عايزين نتكلم فيه معاكي بس مش عارفين نتكلم، بس هنتكلم. انا عارفه انتوا عايزين تقولوا ايه، انا فاهمه كويس قوي. انتوا عايزيني ادفع فلوس عشان حاسين ان انا قاعده في البيت ده عالي عليكم. لا يا سناء ما نقصدش كده طبعا يعني. انا لو قلت يا حساب هربيكوا. سناء حساب ايه وبتاع ايه؟ انا اوزنك يا ماما كمبيالات ووصولات امانه. تحب تعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه وعملت ايه عشان البيت ده يعيش؟ بالنسبه لي انا طبعا عايزه اعرف. ما سالتيش نفسك يا هانم فاتوره التليفون بتاع البيت اللي بقالها 9 شهور ما اتدفعتش لحد دلوقتي، ازاي التليفون شغال وبتتصلي منه وتردي عادي يعني؟ عادي. المصلحه بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفه ان احنا من دافع الضرايب، لما بيحصل لنا زنقه بيسيبونا يعني. ما المصلحه اصلها خالتك. انا اللي رحت بنفسي، رحت دفعت لكم فاتوره 9 شهور عشان تقعدوا تتكلموا في التليفون عادي جدا كده. ايه ده؟ وهم يعني ازاي هم ما يقولولناش حاجه زي كده يعني؟ كان لازم يقولوا لنا يعني. انا كنت عرفت ما كنتش هسكت. كنت هتعملي ايه يعني؟ كنت هتديهم لي؟ لا كنت هقول لك ميرسي. انا لو عايزه اسمع ميرسي على حاجات كتير كنت قلتها وطلبتها منك، بس انا بعمل الحاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها. سناء يعني ما عادي يعني، وضع طبيعي انك انت تدفعي الفاتوره بتاعت التليفون لان انت صراحه اكتر واحده بتتكلمي في التليفون. يا سلام، طب ما سالتش نفسك يا عادل ليه الراجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسه بتاعت بنتك بينزلها على باب العماره بدل اول الشارع؟ بيخرم عشان الشوارع زحمه. نوع من انواع التهرب المروري. ليه يا زكيه؟ عشان اول كل شهر بغمزه ب50 جنيه في ايده عشان ينزل بنتك قدام باب العماره بعد ما كان بيرميها على اول الشارع، عشان امان ياسمين يا عادل. طب ما هو ايه بقى يا سناء؟ ما انت عمتها يا سناء عمتها، اختك المزغوده اللي انا مش بحبها اساسا. ايه يعني عمتها هي كمان؟ مالها نجلاء هي كمان؟ انت فاكره وصلت النت اللي عادل حالف 200 يمين ما يجددش اشتراكها؟
مش ملاحظه ان اختك بقالها شهرين بتشتغل عادي يعني؟ انا اللي دافعاها يا هانم عشان عارفه انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتاعتها على الكمبيوتر. طب ما انا يعني وانا يعني هعرف انا الحاجات دي ازاي بقى يا والله سناء؟ وانا كمان كنت اعرف يا سناء. خلاص انا اول مره اسمع منك الكلام ده دلوقتي صراحه يعني. عشان انتوا دايما شاغلين نفسكم بتدوا ايه، بس يا عادل عمركم ما شغلتوا نفسكم بتاخدوا ايه. ما هو يا سناء يعني صراحة شكرا على اللي انت بتعمليه ده. الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني، بس ما هو الواحد لما بيتزنق يعني هيلجأ لمين يعني؟ انا اختك واشيلك يا عادل، رقبتي ليك. ربنا يخليكي ليا يا سناء، ربنا يخليكي. خلاص بقى ما تزعليش بقى. طيب عايز ال3 جنيه اللي هم بتوعي عشان عايز اجمد الورقة ام 200 جنيه، هجمدها ازاي يعني؟ حطها في الفريزر. يلا يا لطيفة يلا. اسكت بقى اسكت بقى. بس يا دولة انا عايز المحطة دي بقى. انت بتنقي. اسكت 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 اسكت. مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده في حلقة جديدة من برنامجكم أهدي اخلاق. معاكم الدكتور الشلبي شلبي. الراديو ده يا ب7 ارواح ولا ايه؟ ايوه دول اصل انا كل يوم بنقعه ساعتين في الميه والصابون. صباح الخير مريض العزيز. مريضي؟ اقفل يا عم. مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض، وبيقول كمان هو الدكتور الشلبي شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غير انه يترمي. هاتوا هاتوا ده يترمي في الشارع بقى. هاتوا. اوعى تكون خفت وعاوز تهرب. الراجل ده قصدك انت؟ بس يالا بس. اسمع كلامي للآخر وبعدين قرر. ماشي اتفضل يا سيدي. ايوه كده اهدى. موضوع النهارده عن الوفاء بالوعد. جاتني رسالة من المريض عين سين صاد بيقول انه فقد ثقة اسرته فيه وانهم ما بقوش يصدقوا حاجة بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل. ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته يعني، مش اي كلام. صح يا دولة عندك حق. انت مالك انت مالك. انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعوده. مشكلتك يا عين سين صاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقدت احترامك وسطيهم. ازاي يا دولة الكلام ده؟ طب ما انت يا عم هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني، وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله. بالرغم من ذلك انت بتتكلم ليه يا لما تسكت يا لا اسكت. خلينا نشوف الراجل بيقول ايه. احيانا الواحد بيتهيأله انه موفي بوعوده وما عندوش اي مشكلة، لكن ده مش صحيح. روح واسأل اسرتك كنت تعرف هم شايفينك ازاي. اسألهم قبل هم ما يسألوش فيك. ودلوقتي مع السلامة. مع السلامة ايه؟ مع السلامة ايه؟ هو الراجل جاي يقلقنا وماشي ولا ايه؟ ايه يا دولة بقى يا عم تسيبه بقى يا عم. انت ايه اللي قلقان يعني في ايه؟ ايه اللي قلقان في ايه؟ ما هو قال لي كلام يقلق صراحة يعني. ما ممكن يكونوا في البيت فعلا ما بيثقوش فيا. ما هو قال لك يا دولة روح اسألهم يا عم، والمية تكدب العطشان. لا انا كده قلت ممكن ابقى انا فعلا. ممكن ابقى انا. ليه يا دولة ممكن تبقى انت ليه يعني؟ ما هو قال لك عين سين صاد. طب الراجل ده ليه ما قالش يعني عصص؟ لازم عين سين صاد. انت فاكر عين سين صاد يعني عصص؟ لا يلا عادل سعيد صابر عين سين صاد. يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني. لا ما هو اي حد بيبقى له اسم حركي يلا. طب وانا دولة ليا برضو اسم حركي؟ طبعا. ازاي يا دولة يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي، اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ت مربوطة. جزمة؟ بالظبط كده. رانيا انا كنت عايز اسالك يعني هو انت بتثقي فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ معقوله يا رانيا؟ خنتك ايه يا ماما؟ حكايه ان واحد يخون حد ده يعني بتبقى محتاجه تفرغ، الواحد يبقى فاضي، زائد بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحه ان اخونك يعني. يبقى انت عايز تخني واول ما هتجيلك الفرصه للصفع هتصفع. انا عايزك انت تصفع عني يا رانيا لو سمحتي. خش في الموضوع يا عادل. رانيا هل مثلا انا مره وعدتك بحاجه وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجه الا وكنت متاكده انها عمرها ما هتحصل. اساسا اول ما بتوعدني بالحاجه بينتابني احساس وشعور بالياس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل.
رانيا لو سمحتي ما تتوهنيش، خليكي محدده. ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفذتوش وما كنتش على قد ثقتك؟ عادل ارجوك مفيش داعي نخوض في المخاض اللي اتخاض فيه قبل كده. قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي. ايوه. لا احكي بقى يا هانم، احكي اتفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش. اوكي، انت اللي جبته لنفسك. فاكر يوم عيد ميلادي وما وعدتني ان انت هتجيب لي عمرو دياب يغني اليوم ده، رحت جايب لي مغني مغمور اسمه توسن. ماله توسن؟ توسن ده زي الفل، هو في مطرب زي توسن؟ لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبأ لتوسن ده انه هيعدي عمرو دياب. عادل لو سمحت مفيش داعي نتناقش في منطقه منقوشه قبل كده. منقوشه؟ بتلجئي للهجه اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار؟ لا يا ماما انا حافظ لغات كويس. اوكي يا عادل، خد عندك دي كمان. فاكر لما قلت لك ان انا عايزاك تشتري لي عربيه، قلت لي على اول الشهر هجيب لك عربيه 4x4 موديل السنه؟ حبيبتي دي ما تعتبرش وعود، دي تعتبر اشتغالات هكس بضحك عليكي، لكن انا عايز مثلا وعود اللي انا بنفذها. يعني مثلا هل مره طلبت مني ربع كيلو جبنه رومي وانا ما جبتهوش؟ هل مره طلبت مني نص كيلو زيتون محشي مثلا وانا اكلته في السكه وجبت لك الكيس فاضي؟ انا كده فهمت حضرتك عايز تنزل لقاع. اوكي انا هنزل معاك لقاع يا عادل. اخر مره حصلت حاجه من اسبوعين، طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني بره. ايه اللي حصل؟ صراحه يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش يعني. اديك رديت على نفسك. هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريره اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك؟ وليه يا حبيبتي نلجأ للزراعة إذا كان الموضوع منبت لوحده ونجيلته باينة؟ تقصد تقول إن إحنا محتاجين نتعامل مع الأسمدة العضوية النيتروجينية؟ ممكن ما نلجأش للأسمدة، ممكن مثلا نلجأ للري بالتنقيط. بس أنا مش فاهمة يعني إيه موضوع التنقيط ده، ممكن تفهمني؟ يعني مثلا لو أنا عزمتك في مطعم زي ما أنت عايزة، هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ على حسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومة. خلاص يبقى مكان فاخر إن شاء الله. عدد 1، عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا. اوكي؟ ثقة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء، الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد ان هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق ان هو يعملها له يعني. طب ما دي حاجة انت ابعد ما يكون عنها. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انا ما بوجهش كلام ليكي. ماما انت بتثقي فيا ولا لا؟ من ناحية ايه يعني؟ يعني هيكون من ناحية ايه يعني يا ماما؟ هتكوني بتثقي فيا من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثقي فيا من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تنكش في المنكوش؟ ايه الحكاية دي؟ واحدة تقول للمنقوش والتانية تقول للمنكوش، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي فيه ايه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسيبنا احنا ساكتين بدل ما تجيب لنفسك الكلام. لا انا عايز اجيب لنفسي الكلام وانت ما تتكلميش لو سمحتي، خلي ماما هي اللي تتكلم. يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحة؟ افتحي يا ماما، الورقه والقلم موجودين اهي، وعايز بس اعرف انتوا في حاجه مضايقاكم مش واثقين مني فيها؟ ماما بصي، هو اللي جاب لنفسه عمال يقول افتحوا افتحوا، اديله بقى في جنبه وما ترحموش، بس سيبي لنا الظهر والسنين. معلش يا ابني على عيني. فاكر لما كنت في ابتدائي وجبت لك كشكول وقلت لي انك انت هتخلصه على اخر السنه وخلصته قبل السنه ما تخلص؟ يا ماما كشكول ايه يا ماما؟ كشكول ايه؟ ماما اولا ده ما كانش كشكول، دي كانت كراسه 30 صفحه. ثانيا سناء كانت واخده لها صفحتين من النص. ثالثا انا خلصت الكراسه دي قبل ما الدراسه تخلص باسبوع. رابعا ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ايه ده؟ انا بقيت زي الشحط جايه بتفكريني بابتدائي يا ماما. ماما قصدها ان اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل. طب فاكره انت يا سناء لما وعدتك ان انا هجيب لك العقد الاصفر فازرق اللي احنا شفناه في بوتيك علا انا وانتي؟ وعدتني وما جبتوش. ومش هجيبه، مش هجيبه. وعايزك بقى ما تثقيش فيا يا سناء، الغيني من حساباتك. الغيك؟ يعني هلغي في الملغي اساسا. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، انا بتكلم مع ماما. ماما افتكري اي حاجه تانية يا ماما غير موضوع الكشكول ده يا ماما. يعني في حاجه انا وعدتك بيها وما كنتش قد الثقه يعني؟ فاكر لما وعدتني انك تخرجني في المطره يوم اجازتك وما خرجتنيش وانا بحب الخروج في المطره؟
يا ماما ما هي ما مطرتش يوم اجازتي يا ماما، ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش فيا، مفروض ما تثقيش في الجماعه بتوع الارصاد الجويه. ليه تاخديني بذنب الارصاد يا ماما؟ ماما طيبه وغلبانه وما بتعرفش تتكلم على حقوقها. تحب اقول لك انت وعدت ماما بايه وما وافقتش بيه؟ لا ما تقوليش. لا هقول لا هقول لا هقول. فاكر في عيد الام اللي فات لما وعدت ماما انك تجيب لها بالطو عشان ينفعها في الشتاء؟ ازاي الحكايه دي راحت عن بالي؟ البلطو الصوف ايه ده وانا ما جبتوش؟ لا بس يا ماما فاكره انا ساعتها بقى جبت لك جوانتي وكان صوف برضو. جوانتي ايه يا ابو جوانتي؟ جوانتي ايه اللي ب5 جنيه ده من عند الفرشه اللي قدام بوتيك علا؟ ده انت كان بينك وبين البوتيك خطوتين، لو مديت رجلك كده كنت دخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجه عليها القيمه من البوتيك الشيك. خلاص ادي بلطو صوف انجليزي لماما. وعقد الاصفر فازرق لسناء. ماما ما تضغطيش عليا زياده عن كده، انا مش عايز اجيب لسناء حاجه يا ماما، انا ما بحبهاش يا ماما. يا عادل عشان تثق فيك. ماشي ادي اهو اسمه ايه ده، عقد اصفر فازرق لسناء، بس هجيبه بقى من على الفرشه اللي قدام بوتيك علا. لا من مكان الشيك وبوتيك علا. مش هجيب من البوتيك. لا بوتيك علا. من الفرشه. ماما مش عايزه بوتيك علا يا ماما. البوتيك يا عادل. وعودات ايه يا عادل؟ احنا سكتانين بمزاجنا، وبلاش بقى تبلف في المبلوف. تبلف في المبلوف؟ يا نهار ابيض، انتوا بتتعلموا الكلام ده منين؟ ابي يا عادل، الثقة محتاجة وقت كبير عشان تتكون بين الطرفين. يا سلام، ده على اساس ان انت بتكلمي يعني زميلك في الجامعه. طرفين ايه يا نجلاء؟ بص بقى يا عادل، احنا هنكلمك بصراحات واوعى تفتكر ان في استغلالات. لا طبعا يا حماتي، انا عارف ان انت استحاله تستغليني طبعا. من فضلك يا عادل، انا عايزه دولاب بدورين، دور ليا ودور لنجلاء. وانا كمان عاوزه مرايه طويله مترين عشان اعرف اشوف لبسي كله مش نص ونص. وبعدين بقى انا عايزه اغير كل الاضاءه اللي في الاوضه واعملها اندايركت لايت. وانا عايزه ورق حيطه للاوضه. بصوا واضح ان الطلبات دي لسه مفكرين فيها انتوا دلوقتي حالا. يعني بالنسبه للاتوبيس ابو دورين. ايه اتوبيس ايه يا عادل؟ انا بتكلم على دولاب. والله ما تفرق، اتوبيس بدورين، دولاب بدورين، سرير بدورين، كده كده مش هجيبه فما تفرقش يعني. طب والمرايه المترين؟ يا نجلاء، مرايه مترين ايه؟ هتضحكي عليا انا؟ انت اساسا متر و5 سنتي، عايزه مرايه مترين تعملي قصادها ايه؟ تقعدي قصادها انت واحده صاحبتك طويله مثلا؟ طب خلاص خلينا في ورق الحيط. ورق الحيطه ايه بقى؟ هتكتبي عليه محاضرات ولا ايه؟ يا جماعه انا بسالكم، هل في حاجه انتوا طلبتوها مني قبل كده وانا ما جبتهاش؟ مش بقول لكم ايه اللي انتوا نفسكم فيه وانا مش هجيبه. اوكي يا عادل، في قفشات دلوقتي انا قفشتك فيها. ها؟ انت فاكر يوم ما وعدتني فالنتاينز داي انك هتجيب لي الكتاب بتاع الشاعر الكبير قوي نايلون هتلر؟ هتلر ده بالذات ما قدرتش اجيبه يا حماتي، لان ممكن يتقبض عليا بيه صراحه يعني. يبقى انت كده بقى وعدت وخلفت. وفعلا اللي خلف ما ماتش. وعدت واخلفت يعني تقصدي؟ ماشي، بس هجيبه ادي اهو، عدد واحد كتاب نايلون هتلر. واكتب عندك كمان عاوزه لينسز الترا جراي اصلي. انا وعدتك بيها قبل كده دي ولا ايه؟ ايوه السنه اللي فاتت. لينس لا بصي، ممكن تكتبيها انت عشان لو انا كتبتها هجيب لك حاجه غلط مثلا للودان ولا بتاع. عدد 1 عشاء رومانتيكي في مطعم فاخر، عدد 1 بلطو صوف، عدد 1 عقد اصفر فازرق من على الفرشه، عدد 1 كتاب نايلون هتلر. بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ انا مش بثق فيك. ده انت سمعتينا بقى. ايوه وعايزاك تجيب لي بقى اللي انت وعدتني بيه. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، بلاش تلطشي في الملطوش عشان ما بهدلكيش والطوشك، ابعدي عني. لا بقى مش هبعد. اسمعنا ماما نقشت في المنقوش، وتيتا انعام نكشت في المنكوش، وتيتا مجيده بلفت في الملبوف. الملبوف؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ لا طب ماشي، اتفضلي حضرتك الطشي في الملطوش. ايه طلباتك؟ وعدتني بعجله وما جبتهاش، وعدتني بلابتوب وما جبتوش، وعدتني بموبايل وبرضه ما جبتهوش. ده احنا كده عدينا مرحله اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحله النفخ في المنفوخ. عشان الثقه ولا ايه؟ ماشي الثقه. طب ممكن يا ياسمين يا حبيبتي يعني نقسم حكايه الثقه دي، ممكن نقسطها؟ يعني ايه؟ يعني الاول اجيب لك العجله عشان ما نبقاش بنتلف في المتلوف.
ابوس ايدك يا دوله ما توفيش بوعدك معايا. لا يا رمزي، لا 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 لا، انا وعدتك لازم اوفي بوعدي يا ابني. انا عايزك تثق فيا، ما دام وعدتك هرفدك، لازم تثق يا ابني. يا دوله انا مش عايز اثق فيك خالص يا دوله. يعني ايه؟ لا 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 لا، انا لازم اوفي بوعدي وخلاص. انا وعدتك ان ارحلك على بلدكو، تذكره الميكروباص حجزتها، هتاخدها وتتكل على الله. روح بلدكو يا رمزي. يا دوله ابوس ايدك يا دوله والنبي يا دوله. خليك يا عم انسان منافق وكذاب وغشاش وخلاف للوعود يا دوله، ولو لمره واحده بس في حياتك. يعني عايزني اعمل ايه؟ عايزني اعمل ايه؟ ابيع ضميري؟ ابيع اخلاقي؟ ابيع قيمي ومبادئي؟ اشتريهم انا منك يا اخويا، اشتريهم منك يا دوله. واذا كان على الفلوس يا عم ما تحملش همهم يا دوله. ما اعملش همهم ليه؟ انت محوش ياد ولا ايه؟ يا دوله بقى حاجه بسيطه كده على قد ما قسمت يعني، وكنت محوشهم علشان لما تقلب اصلك بيا. اقلب اصلي يعني على اساس ارفدك. محوش بقى كام يا نصاب يا حرامي يا لص؟ هم يا دوله، هم يا اخويا 8 جنيه وربع يا دوله. 8 جنيه وربع؟ محوشهم من ورايا؟ يا حرامي يا لص، 8 جنيه وربع؟ ده انا ابن عمك يا رمزي، بتسرقني يا رمزي. 10 سنين معايا في البازار ومحوش مبلغ ضخم زي كده، 8 جنيه وربع؟ هتعيط ليه؟ انا عملت لك ايه يا ابني؟ ده احنا كلنا بنحبك يا رمزي، بنحبك وبنقعد نقول لك ارقص يا رمزي، كسر يا رمزي. في النهايه عايز تحترف في بازار تاني في سويسرا. مين وراك يا؟ عدد واحد عشاء رومانتيكي في مطعم فاخر. طبعا يا رانيا يعني انا سألت على حكاية العشاء في المطعم الفاخر ده، لقيته هيكلف على الاقل 500 600 جنيه. يا بلاش. يا بلاش؟ طبعا حضرتك يا بلاش، لان انت مش دافعه حاجه من جيبك، انا اللي غرمان كل حاجه يعني. عدد واحد بلطو صوف عشان ماما انا سألت على البلطو ده، لقيته في بوتيك علا ب 500 جنيه غير ال5 جنيه بتاعه العقد الاصفر فازرق بتاع الاخت سناء. يعني الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ طبعا هتجيبها منين عشان خاطر سناء، لكن ال500 وال600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعنيش، اما يجي دورك في الكلام ابقي اتكلمي براحتك. بالنسبة بقى لعدد واحد كتاب نايلون هيكلر، حماتي معلش أنا سألت على الكتاب ده، لقيت إن في صعوبة يدخل مصر، من الممنوعات، ما ينفعش يدخل لنا خالص. لكن في واحد هقدر أجيبه منه ب1000 جنيه بس، أي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجة لتضحيات. تضحيات؟ طب وأنا أضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب، حضرتها طالبالي عدسات لونها مش موجود أصلا، مفيش بني آدمين لون عينيهم كده يعني. ايه ده؟ لا في طبعا، مهاب صاحبي في الجامعه ده مامته صربيه وباباه صومالي. مامته صربيه وباباه صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغايه دلوقتي يعني. الاعمار بيد الله يا عادل. ايوه يا ماما على رايك. المهم يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجه حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا. بس انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي. انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس، جايبوهم من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. نو بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك لي يا حماتي، ربنا يخليك لي، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. معلش يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا؟ انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء، انا بقول لك اهو، انا لو معايا 1,000,000 جنيه مش هجيب لك العقد ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه ارعوا ظروفي، يا جماعه ارعوا ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا مراعين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما فعلا،
لازم نكون مع بعضنا، يعني انتوا مش زعلانين مني بجد يعني؟ لا. اوكي. بابا، ايه يا ياسمين؟ انتوا جبتوني ليه؟ اهو فراغ بقى، يعني ما لقيناش حاجه نعملها قلنا نجيبك يعني. طب انتوا جبتوني ازاي؟ يلا. بابا بجد انتوا جبتوني ازاي؟ جبنا بقى ايه شويه سكر ورفعنا السجاده وحطينا السكر تحت السجاده، جينا الصبح لقيناكي على طول. طب انتوا لقيتوني تحت السجادة ولا لقيتوني على الكنبة؟ ياسمين بص الساعه كام دلوقتي ولغايه دلوقتي لسه صاحيه؟ اتفضلي خشي نام، يلا خشي نام، تصبحي على خير. يا رب بنت، يا رب بنت. نملة. ايه ده؟ عارفة انتي لو ما كنتيش بنتي كنت موتك.